مساء الخير عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في احسن صحة واحسن حال. يوم جديد وفيديو جديد، تعالوا كده نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يلا بينا كده النهارده نفطر مع بعض. انا صحيت كده وفطرت، عملت شاي بلبن، وكمان كان عندي كده كيكة الرواني كنت عاملاها كده من حوالي 3 ايام او 4 ايام تقريبا. فكان باقي معايا كده ال3 قطع دولت، حطيتهم كده جنب الشاي بلبن وفطرت بقى بيهم. يعني كيكة الرواني بصراحة جميلة قوي لما بتفضل، يعني لما بعملها وبتقعد عندي بالكام يوم مش بيجرى لها اي حاجة، لغاية اخر قطعة بناكلها بتبقى طرية وزي ما هي. فانا كنت لسه عاملة يعني قريب الوصفة ديت، كنت عاملاها في القناة كده من قريب، هسيب لكم كده الرابط بتاعها تحت في صندوق الوصف. تمام. نزلت بقى كده عند العطار النهاردة علشان كان بقى خلاص الضرفة بتاعت الخزين ديت كانت فاضية خالص، ما كانش عندي اي حاجة كده ان انا يعني استخدمها. فنزلت بقى كده واشتريت شوية حاجات كده من عند العطار. جبت كده مكرونات. انا بصراحة ده كده تاني شهر تقريبا، تاني شهر. المكرونات بجيبها كده من العطار، اللي هي المكرونات السايبة ديت. يعني جربت انواع كتير بصراحة من المكرونات. يعني مش بتاخد سوا على النار، ولو سبتها كده شوية بتعجن معايا. فقلت لا، انا هجيب بعد كده المكرونات، يعني هجيبها من العطار، يعني تاخد كده سوا وحلوة. المهم بقى جبت كده من العطار كيلو مكرونه من كل حاجه، جبت كده سباكيتي واقلام واللي هي الخواتم. وجبت كمان شعريه، بس شعريه جبت منها 2 كيلو علشان يعني انا بستخدمها كتير في الشهر يعني. فجبت كده شعريه 2 كيلو، كان عندي يعني شويه، كان حوالي برضو كيلو، فجبت عليهم يعني 2 كيلو. تمام. وجبت كمان علبه كوفي ميكس برضو، جبتها كده وحطيتها عندي كده في المنظم دوت. ابتديت ان انا احطها يعني، واحطها كده جنب الكاتل علشان ايه، بشرب كده منها كل يوم. وجبت من عند العطار برضو كده باكيتة ملح، علشان بجيب يعني الباكيتة كده كل شهر، بتقعد معايا. مش طبعا مش كل شهر بجيب باكيتة، بجيبها يعني لما بتخلص وبتقعد معايا كذا شهر بصراحة. فبحطها بقى كده عندي في الضرفة وبنساها بقى. تمام. وجبت كمان برضو، دخلت بقى كده كازيون. جبت من عنده كده، جبت من عنده ايه، جبت دقيق، علشان انا الدقيق مش بحب اشتري بقى سايب يعني، بحب اجيبه كده كيس. فانا الشهر اللي فات جبت كده الدقيق، اللي هو الجزاوي دوت. فجربته بصراحة عجبني، جربته في الكيكات وفي حاجات كتير فعجبني، فجبته كده الشهر دوت. هو بيتباع بره ب25، لكن عند كازيون بيبقى عاملين عليه عرض ب20 جنيه. تمام. بس وجبت برضو من كازيون كده لبن علشان الحلويات، بعمل بيه الحلويات يعني. وجبت كمان علبة جبنة دومتي، جبت بقى فانيليا وكيك شيف وكده. تعالوا بقى كده ننظم الحاجة بتاعتنا. جبت كده المنظمات بتاعت المكرونات بتاعتي. تمام. ولو في كده شوية مكرونة يعني قديمة، بحطهم كده في طبق، واحط كده المكرونة الجديدة الاول، وارجع احط بقى ايه، المكرونة القديمة اللي كانت عندي من فوق علشان استخدمها قبل ما استخدم الحاجة الجديدة اللي انا جايباها. تمام. هنا بقى كده الماجي دي انا ما كنتش ما جبتهاش النهارده، انا جايباها كده بقى لي كام يوم، بس يعني بصراحة كسلت، كنت حطاها في الضرفة كده من تحت. فقلت بقى النهارده بما اني بقى بننظم الضرفة وكده، فاحطها بقى ايه في المنظم يعني بتاعها دوت، او في العلبة بتاعتها دي. هنا بقى خلاص بحط بقى الشعرية في العلبة بتاعتها برضو، في المنظم بتاع يعني بتاع الشعرية. تمام. والباقي دوت هحطه بقى ايه في الضرفة كده من تحت. انا عاملة الخزين يعني ضرفتين، ضرفة بحط فيه البواقي الحاجات ديت، والضرفة اللي هي برص بقى فيه المنظمات دي. تمام. كان عندي بقى كده العلبة الصغيرة دي كان فيها كده شوية زبدة، ما جبتش يعني زبدة، قلت ايه استخدم اللي عندي الاول. هي الزبدة دي هتقعد مثلا معايا اسبوعين او حاجة، فلما تخلص ان شاء الله ابقى اجيب يعني واحدة. رصيت بقى كده البيض دوت، كنت جايباه برضو من عند العطار. هو اصلا المنظم ده يعني بتاع البيض، بس هو كان فاضي لاني ما كانش عندي بيض، فكنت حاطه فيه علبة الزبدة دي. خدت بقى طبعا الدقيق حطيته في التلاجة، مش بحطه في الضرفة من تحت. وكمان المكرونات بقى دي هاخدها برضو احطها كده ايه في الرف كده بتاعها. والبيض برضو كده احطه في التلاجة. تمام. نرص بقى ايه الحاجة بتاعتنا كده. دي كده الضرفة دي بتاعت المنظمات، العلب اللي بقولكوا عليها. علبة الرز دي كان فيها يعني رز، فما حطيتش يعني فيها.
نرص بقى كده المكرونات بتاعتنا. تمام. وكان في البرطمان اللي هو الازاز الفاضي ده بتاع ورق اللورا، خدته كده علشان املاه، يعني احط فيه كده شويه. رصيت بقى الحاجه بتاعتي ديت. العلب اللي ورا دي فيها كده يعني علبه فيها نشا وعلبه فيها سكر بودره، والعلبه الطويله ديت فيها الفيجيتار. تمام. ده كده الملح والفلفل الاسود. ابتديت بقى ان انا احطهم وارصهم كده بالشكل ده. ده البرطمان دوت هحط بقى كده فيه ورق لورا. تمام. والتاني دوت بحط فيه البيكنج صودا اللي هي الكربونات. البرطمان الازاز ده كان في التلاجة، يعني ببقى ملياه وباخد منه بقى شويه بشويه في البرطمان البلاستيك ده عندي في الضرفه. هما كانوا اخر شويه، يعني حطيتهم في البرطمان فضيتهم كده. خلاص بقى كده انا رتبت الضرفه ديت. تمام. تعالوا بقى كده نشوف. هم بص انا وقعتهم اصلا كلهم على الرخام. خدتهم بقى كده خلاص. همسح بقى الرخامه كده وابتدي ان انا ارصهم بقى كده تاني. العلب اللي هي او البرطمانات البامبا دي انا كنت عاملاها، انا اللي كنت ملوناها وعامله الاشكال دي عليها. بس لما باجي اغسلها شكلها يعني بيبوظ يعني، فانا حطاها بس منظر، يعني مش حاطه فيها حاجه بصراحه. بس حطيت برضو كمان الحبهان والكربونات وخلاص كده. دي بقى الضرفه اللي من تحت. رصيت بقى فيها كده بقيه الحاجه اللي كانت باقيه معايا. ده كده دي سميد. المفروض ان انا بحطه يعني في التلاجة، فلقيتني حاطاه هنا في الضرفه دي فخدته وحطيته كده في التلاجة علشان يعني ما يبص معايا. رصيت بقى كده خلاص. ده السكر والحاجات اللي باقيه من فوق يعني. فضيت بقى كده بتاعه الملح الكرتونه دي، الباكيته يعني ديت بتقعد معايا فتره طويله، بتقعد معايا كده كده يعني كذا شهر بصراحه، بتقعد معايا كتير يعني. لما بتخلص بقى بجيب كده واحده كمان. المهم بقى كده كان عندي وركين في الفريزر، كنت متبليهم يعني شايلهم متبلين، فطلعتهم كده لما فكوا وخدتهم حطيتهم كده في الفرن علشان اسويهم واعمل كده غدا سريع يعني. تمام. احنا بقى طبعا اخر الشهر وكده، قلت لكم كم مره. كنت اقول لكم احنا اخر الشهر، انتوا طبعا كلكم عارفين. فالمهم يعني كانوا دولت بقى اخر الشهر بطلع بقى عندي عندي وركين اطلعهم اعملهم اكله، عندي كبد وقوانص كانوا باقيين يعني من الفراخ بطلعهم برضو كده اعمل بيهم اكله. عندي شاورما كنت مثلا متبلها برضو اعمل بيها كده اكله، يعني دي اكلات سريعه بتاعت اخر الشهر يعني. المهم بقى كده هنعمل جنب الوراك ديت علشان انا متبلاها ببصل وكده، فقلت اعمل جنبها كده شويه رز كده مبهر، يعني رز بسمتي بس هنعمله بالرز العادي. تمام. هعمل بقى كده الاول حطيت كده شويه زيت وهحمر فيهم كده بصلايه زي ما انتم شايفين بالشكل ده، واحط بقى التوابل بتاعتي. حطيت بقى كده كركم وبابريكا وملح وفلفل، وحطيت كده الليمون اللي هو الناشف المجفف ده، وحطيت كمان قرفه. يعني التوابل اللي انت عايزه تحطيها براحتك، يعني حطيها على الرز المبهر ده، اي توابل اللي انت بتحبيها يعني. نزلت بقى كده عندي بكوبايتين من الرز. ابتديت بقى ان انا اقلبهم كده شويه. الاول انا قلبت التوابل كده مع البصله لغايه بشم كده ان ريحه التوابل كده طلعت، يعني لما بنعمل الخطوه دي ريحه التوابل بقى كده بتطلع وبتبقى ريحتها كده حلوه. وبعدين ببتدي ان انا انزل عليهم بالرز برضه، اديله كده تقليبه حلوه لغايه ما يسخن كده معايا. تمام. علشان لما يبقى مفلفل كده وحلو لما نيجي بقى نسويه. وبعد بقى كده ما اديته تقليبه ابتديت بقى انزل عليه كده بالميه. هو كان هادي هنا يعني زي ما انتم شايفين هادي معانا، عشان كانت ماما كلمتني في الوقت دوت فقفلت كده الفيديو، كلمتها وبعد كده رجعت ان انا وقفلت النار يعني كمان بعد ما قفلت الفيديو، فكان الرز كان هادي شويه. المهم زودت بقى ميته، واول ما غلي وطيت عليه، وهنا بقى كده كان خلاص الغدا كان استوى بقى معانا. غدا بسيط يعني، كان الرز المبهر دوت وكمان الوراك دي طلعتها كده بتتبيلتها، حطيتها كده على طول في الفرن. تعالوا بقى نشوف البلح الحلو دوت. ده كده بابا النهارده انا كنت نايمه لقيته بيصحيني، قال لي انا شويه كده وهجيلك انزلي لي كده تحت علشان جايب لك حاجات. قلت له طيب ماشي. فاتصل بقى بيا، نزلت لقيته جايب لي برنيكه البلح دي. هو عارف ان انا بحب يعني البلح. انا بصراحه يا جماعه بحب البلح بكل انواعه. بحب البلح الاحمر دوت، البلح الاسود، البلح بتاع رمضان،
اي انواع البلح بحبها بصراحه. فهو بابا بقى عارف ان انا بحب البلح وكده، فلقيته جايب لي البرنيكه دي. حبيبي يعني، ربنا يخليه لينا يا رب. وكان جايب كمان قصب للبنات، فنزلت له بقى، خدت بقى منه الحاجه ديت ورحت طالعه. طبعا كان الكلام ده كان الصبح، فانا قلت بقى بعد ما اخلص الغدا وكده هقعد بقى ايه اشوف البلح دوت انا هعمل بقى فيه، لان طبعا كميه كبيره علينا وكده. جبت بقى، بصوا انا بقى هنا بعمل في الاطباق ديت يعني في كل، يعني بحط كده البلح اللي هو المستوي شويه، يعني الحته مستويه فيها وحته حمرا بحطه كده في طبق، والمستوي قوي بحطه في طبق، واللي هو الجامد او الناشف بحطه كده في طبق. تمام. ماما يعني لقيت لي اعملي كده علشان ايه اللي هو المستوي النص نص دوت كله منه، علشان يعني قبل ما يبوظ يعني. المهم انا بقى ابتديت هنا بفرزه بقى كده زي ما انتم شايفين. البرنيكه دي بعملها علشان ايه يعني بفضيهم كده بعد ما احطهم يعني في الاطباق وافرزهم، احطهم بقى يعني في كيس واحطهم في التلاجة. طبعا مش هنغسله علشان ما يبص كده معانا، لان طبعا هي كميه كبيره، فمش هناكله كده يعني كله دلوقتي، فوقت الاكل هاخد كده شويه بشويه واغسله زي ما انتم شايفين بقى بالشكل دوت. انا لو كنت اعرف طريقه لتخزين البلح بصراحه كنت عملتها. انا كل حاجه بخزنها اصلا، يعني اي فاكهه او اي حاجه بخزنها، بس طبعا البلح يعني عمري ما خزنته. فهحطه بقى كده في الاكياس من غير ما اغسله، واحطه كده في التلاجة. بس اللي هو المستوي شويه دوت هغسله وهناكل كده منه. وبصراحه انا اكلت منه طعمه جميل اوي مسكر. فتسلم ايدك يا بابا على البلح الحلو ده. خلاص بقى كده ايه، بخلصهم كده شويه بشويه، عماله كده ايه افرز فيه. تمام. طبعا انا بسجل دلوقتي الفيديو وبنات قاعده جوه بتاكل القصب. هي لما صدقوا اول ما دخلوا شافوا قصب عرفوا، قالوا لي ايه ده، هو جده كان هنا؟ قلت لهم اه جده جه، علشان هو اللي على طول يعني اللي بيجيب لهم القصب عند ماما هناك وكده، فعرفوا اول ما شافوا القصب عرفوا ان هو بابا كان هنا النهارده. انا كده فرزته خلاص، احطه بقى في كيس واحطه في التلاجة. بس ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو لو عجبكم، واشتركوا عندي في القناه وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصل لكم مني اشعار باي فيديو جديد انا بنزله.